بصراحة كل مرة بعمل فيها وصفات بالباذنجان بتكون الوصفات ولا أحلى ولا أروع. بس هالطريقة كانت عندي مميزة جدا جدا، لأنه حتى أولادي اللي ما بيحبوا الباذنجان أكلوه بشدة. تعال نشوف كيف حضرناه ونقول بسم الله ونبلش. كيف ما عم بتشوفوا معي صبايا، عندي هون باذنجان، وخلينا نقول إنه هون الكمية تقديرية، فيك تستخدم الكمية اللي بتناسب عائلتكم. تمام. أنا غسلت الباذنجان ونشفته كتير منيح، بعديها حبدأ أقطع فيه بهذا الشكل. المفروض إنه القطعة تكون معاكي لا سميكة كتير ولا رفيعة كتير، بهذا الشكل. حكمل باقي الكمية صبايا، وعلى ما أنا أقطع الباذنجان صبايا، ريت لو تكتبوا لي بالتعليقات من أي بلد بتتابعوني، أيضا تحطوا لي كومنت مشجع منكم، وتحطوا لي لايك. اللايك كتير مهم لدعمي ودعم الصفحة. عندي هون صينية الفرن، حطيت ورقة زبدة. ورقة الزبدة أنا بليتها بشوية من المي، بعديها صفطت الباذنجان. الباذنجان بهاي الوصفة أنا ما بفضل تقلوه، بضل معاكم كتير خفيف وطعمته ألذ. ولو حبيتوا انكم تقلوه برضه قرار بيرجع لكم، بس بنصح كتير انكم تشووه كتير اطيب. صفت الباذنجان كيف ما شفتوا، حدهنه بطبقة بسيطة من الزيت النباتي او زيت الزيتون لو حبيتوا، وحرش عليه شوية من الملح. بعديها بدخله على الفرن على الشواية من فوق. اول ما بيتحمر معنا وجهه كيف ما عم بتشوفوا بنقلبه على الوجه الثاني. مش المفروض يكون اغمق من هيك، هيك لونه كفايه لانه لسه حيدخل معنا الفرن مره ثانيه. حسيبه على جنب. عندي هون طنجرة رح أحط ما يقارب 4-5 معالق من الزيت النباتي. وعندي هون بصل كبيرة أنا مقطعتها ناعم بهذا الشكل. حبدأ أشوح بالبصل على حرارة متوسطة لحد ما يشقر معي البصل. حنزل بلحمة راس عصفور. فيكم تستخدموا اللحمة يلي بتحبوها وبتفضلوها، سواء عجل سواء خروف ضاني، يلي بتحبوه بتفضلوه. بس أنا بفضل بهاي الوصفة يكون معاها شوية دهنة تعطيها دسامة أطيب. لحتى تستوي معنا اللحمة تمام لازم تغطوا الطنجرة وتوطوا الحرارة على الآخر. تمام. حتاخد معاكم تقريبا تلت ساعة مش أكتر من هيك. أول ما بتستوي معاكي اللحمة 3/4 السوا، بضيف حبتين كبار من البندورة أنا مقشرتها ومقطعتها. وعندي هون حبة من الباذنجان أنا قطعتها مكعبات كيف ما عم بتشوفوا. والباذنجان صبايا هون أنا بس قشرته وقطعته مكعبات كيف ما شفتوا، ما نقعته ولا زليت ميته أبدا أبدا. أنا بدي ميته تزل على اللحمة. طبعا بعد ما استوت عندي 3/4 استوى اللحمة، ضفت ملح وفلفل أسود حسب الرغبة. عندي هون بعد ما تسبكت عندي اللحمة كيف ما عم بتشوفوا، حضيف معلقة واحدة من صلصة الطماطم. تمام. حغطي الطنجرة وأترك اللحمة تتسبك مع البندورة اللي هي الطماطم والباذنجان لحد ما يستووا معانا تماما. وبهالوقت صبايا يا ريت برضه لو تنزلوا تحت على التعليقات وتكتبوا لي هل انتم بتفضلوا العرض الصامت كتابة على الشاشة، او بتفضلوا التسجيل الصوتي بيكون افضل لإلكم. ضفت انا هون صبايا 3/4 الكوب من المي حتى اساعد اللحمة انها تستوي معنا بشكل افضل. بوطي الحرارة وبغطي الطنجرة وبتركها لحد ما تتسبك معنا تماما. حبدأ اني احط بصينية الفرن الباذنجان كيف ما عم بتشوفوا. بوزع طبقة من الباذنجان تحت وبوزع طبقة على الاطراف كيف ما عم بتشوفوا معي. وانا بفضل صبايا دائما الاكلات اللي بيدخل فيها الباذنجان تتاكدوا من حلاوه الباذنجان. مش المفروض يكون في نسبه مرار بالباذنجان. بتعرفوا ايام بيجي الباذنجان فيه نسبه مرار، بالتالي بخرب لنا الاكله وبكون اشي مش لطيف ابدا. دائما خلوا لسانكم ميزانكم، دوقوا الاشي قبل ما انكم تعملوه. بعد ما صفطت الباذنجان على الصينيه وعلى الاطراف، حطيت اللحمه بعد ما تسبكت عندي تماما. بعدين حبدا اني اضيف الباذنجان كطبقه اخيره فوق. بعديها بسكر كليات الاطراف. هلا ممكن تقولي لي الباذنجان ملك هون كتير، هو ابدا مو كتير، عشان هيك انا قلت لكم صبايا رفعوا الباذنجان، ما تخلوه كتير سميك ولا كتير رقيق. تمام. بيطلع معكم طعمته كتير اطيب. هلا لو سمكتيه رح يطلع معكي مش لطيف وتحسي كتير انه الباذنجان، لا خلوا سمكه كيف ما فرجيتكم. عندي هون حبتين من الطماطم وزعتهم كيف ما شفتوا. وايضا حطيت فلفل حراق اختياري، وايضا في الخلطه فيكم تحطوا فلفل حراق برضه بيمشي الحال. دخلته على الفرن على الرف الثاني من تحت على درجة حرارة 200. أخذت معي من نص ساعة ل 35 دقيقة مش أكتر من هيك. بعديها شغلت الشواي أعطيتها تحميرة على الوجه، وكانت معي بهذا الشكل حرفيا. ولا أطيب ولا أحلى ولا أروع من هيك. ريحتها حرفيا عبت البيت. كتير طيبة وبنصحكم كتير تجربوها.
صبايا متابعيني الحلوين، صبايا وستات، هيك بيكون خلص معنا الفيديو لليوم. بتمنى انه يكون عجبكم. ايضا بتمنى ما تنسوني من اللايك كتير مهم لدعمي ودعم الصفحة. كيف ما انتم بتعرفوا بساعد على نمو الصفحة بشكل اسرع. ولو انت كتير مستفيدة من هاي الفيديوهات بتمنى ما تبخلي علي باللايك. ألف صحة وعافية على كل من رح يجرب وصفة اليوم. كنت معكم أنا ملك عبد العال، وألف صحة وهنا.